مرحبا. الحركة الدورانية لجسم صلب حول نقطة ثابتة. الجانب العملي. مثال واحد على هذه المحاضرة. طبعا ليكن عندنا جسم صلب يتحرك دورانيا بشكل مباشر، يعني بالاتجاه الموجب قصدي، بالزوايا أولر التالية: بسي تساوي تي، ثيتا، وفاي تساوي الصفر. واعطينا مركبات شعاع الدوران في الجملة طبعا المتماسكة من خلال الرموز: بي تساوي ثيتا فتحة، وكيو تساوي بسي فتحة بالساين الثيتا، وار تساوي بسي فتحة بكوساين الثيتا. طويلة شعاع الدوران تساوي جذر 2. المطلوب تعيين معادلة الحركة الثانية، يعني أقصد بمعادلة الحركة الثانية اللي هي الزاوية ثيتا اللي بدي أربطها مع الزمن. الحل طبعا هون الفكرة بسيطة ومو واردة بالمرجع، لذلك يعني الفكرة تعتبر جديدة. الحل إنه من هالمعطيات اللي أعطيتها بنص المسألة ممكن أصل أنا إلى معادلة الحركة الثانية من خلال معي أنا المعطيات طويلة الشعاع. ربعت مركبات شعاع الدوران، ها هي جذر 2 للتربيع يساوي المركبة الأولى اللي هي ثيتا فتحة للتربيع، زائد المركبة الثانية اللي هي بسي فتحة مربع بالساين مربع ثيتا، زائد بسي فتحة مربع بالكوساين مربع ثيتا، اللي هن مركبات شعاع الدوران في الجملة المتماسكة أو الجملة المتحركة مع الجسم الصلب. واشتقينا زاوية الدوران الأولى اللي هي بسي فتحة تساوي 1. طبعا أنا هون كنت معطيها بسي تساوي تي، مشتقها معروف يساوي 1. عوضت في المعادلة السابقة ومع التنظيم طبعا طلع معنا ثيتا فتحة مربع يساوي 1. طبعا هون الساين مربع ثيتا زائد كوساين مربع ثيتا يساوي 1، معروفة هاي. إذا ثيتا فتحة مربع يساوي 1، وبالتالي ثيتا فتحة تساوي جذر 1. يعني أنا أمام قيم زائد ناقص موجب أو سالب. باعتبار الحركة مباشرة راح نختار ثيتا فتحة تساوي 1. إذن هذا عبارة عن مشتق زاوية الدوران ثيتا فتحة يساوي 1. طبعا أنا بدي أصل لزاوية الدوران بالتأكيد كاملت هاي التكامل ثيتا تساوي تي زائد ثابت التكامل اللي رمزت له بثيتا صفر. ومن شروط البدء نجد احنا قيمة ثيتا صفر اللي هي عندما كان الزمن يساوي صفر، فالزاوية ثيتا صفر يساوي صفر، وبالتالي عوضناها في المعادلة فوق هاي نجمتين، طلع معي المعادلة المطلوبة ثيتا تساوي التي، وهي المعادلة المطلوبة. شكرا لحسن الاستماع.